يحكيوا بقديم الزمان وصالح العصر والأوان على حطاب فقير الحال حال الله، يعيش هو ومرته في كوخ على أطراف الغابة. هاك الحطاب ما رزقوش ربي بالصغيرات، كل يوم يخرج يحطب الكتب يهز بيهم، واللي حصلوا يا دوب يشري له ما يتعشى هو ومريته. وكانت أمنيته نهار يشري دجاجة وإلا معزة لخاطر مسكين مشتاق شربة حليب ولا كعيبة غم، خاطر اللي يكسبه من الحطب ما يخلطوا كان على الخبز وطرف سمن ولا زيتون. نهار وهو يحطب يلقى روحه ببلاصة في الغابة ما وصلهاش قبل، قدام شجرة كبيرة وغصانها طوال عمره ما شاف كيفها. فرح وقال هذه نكسب منها الخير والبركة، شمر على ذراعه وهز الفاس وهبط عليها هبطة قوية وما يسمع كان صوت يخوف. يا بنادم غريتني. خاف الرجل وخر تالي وقعد يتلفت منا ومنا ويلوج منين جاء الصوت منها. قال لازم نستقيل، ورجع ضرب الشجرة مرة أخرى، والمرة هذه كان الصوت أقوى. يا بنادم غريتني. وخر وطيش الفاس من يده وقال شكون اللي يتكلم؟ قالت له الشجرة أنا، باش ذريتك حتى توجعني فاسك؟ قالها راني حطاب، وكان ما نحطبش ما نلقاش باش نعيش ونعيش مريتي، وكي شفتك كبيرة وغصانك دايرة بيك فرحت وقلت اليوم نصور ما يشري لي دجاجة ولا معزة تعاوني على هم الزمان. قالت له هز فاسك وروح، واللي حبيت عليه تلقاه، أما رد بالك ترجع لي مرة أخرى. في الحين هز الحطاب الفاس بتاعه وشد في ثنية داره وهو يخمم في الغريبة اللي صارت له، حكاية ما يصدقهاش العقل. وصل يلقى قدام الدار بقرة سمينة ذرحة ما شاء الله باش ترشق بالحليب، وقرن مليان بالدجاج ومعزة، ولا ينكز من فرحة. يا مرا منين الخير؟ خرجت مرته تجري، شافتهم باتت. قالت له من اللي مشيت تحطب ما خرجتش من الدار. قال لها زعم الشجرة وحكى لها الحكاية. فرحوا بهاك الرزق وتعدت الأيام وهم منفذين، حتى نهار جاته مرته قالت له يا رجل كانت الشجرة عطتنا الخير هذا الكل، معناها تنجم تزيد، علاش ما تطلبش منها برشا فلوس؟ خلي نخرجوا من هالكوخ ونسكنوا دار كل عيان ونلبسوا أحسن لباس، ولا حرام فينا الخير؟ قال يا امرأة يفزي وردة باللي عندنا، فين كنا وين صبحنا؟ قالت له أبدا، أنت ما تحبليش الخير وما تحبنيش، ولا أنا مش وجه نتاع خير ومتاع لباس وديار، وبدأت تتخرن وتمرج فيه ليل ونهار لين المسكين هز فاسه وهز روحه ورجع لك الشجرة وصل لها نزل عليها بالفاس. يا بنادم غريتني، مش قلت لك ما عادش ترجع لي؟ قالها مش مني، من مرتي مرجتني تحب على المال باش تشري دار ولباس كيف العيان. قالت له ارجع لدارك واللي تحب عليه تلقاه، اما رد بالك ترجع لي. هز روحه ورجع لداره، دخل على مرته وإذا بزوز صنادق في الدار أول مرة يشوفهم، حلوهم يلقوهم معبين ذهب ولويس، طاروا بالفرحة ومن غدوة شراو قصر والباس، ولا عندهم الخدام ولا راضي ولاو من العيان. برا يا زمان إيجا يا زمان، نهار مرته دخلت عليه وقالت له توا الخير والرزق هذا الكل لشكون واحنا ما عندناش صغار؟ قالها هذه حكمة ربي واللي كتبه لنا نرضوا به. قالت له ما دام الشجرة عطاتنا هالخير كل
بالك تنجم تعطينا الصغار؟ قال أبدا، كان ما زلت نرجع لها. بدأت تمرج فيه وتخرنن، ولا كلت ولا ملت ليل ونهار، حتى المسكين قال ما ينام. مشى للغابة ووصل للشجرة وهو حاشم على روحه، طبطب عليها بيده وشي ما جاوبتوش، هز حجرة وضربها بها. قالت له ذريتني يا بنادم، مش قلت لك ما عادش تجيني ايش تحب؟ قال لها سمعني، مرتي هي السبب، تحب على الصغار. قالت له ارجع لدارك، واللي حبيت عليه يصير، اما معاه عقاب، ورد بالك ترجع لي، راني نحرقك في بلاصتك. هز روحه وروح، حكى لمرته على اللي صار. قالت له ما تخافش، لا عقاب ولا شيء، تخوف فيك وبرا. تعداو الأيام وبدا رزقهم ينقص، والهوايش اللي مربينهم يموتوا بشوية بشوية، وهبطت عليهم الديون، وكل مرة يبيعوا حاجة حتى ما عاد ما يكسبوا شيء. ورجعوا لهاك الكوخ على أطراف الغابة، ورجع هو يحطب باش يلقاو ما ياكلوا. وحبلت مرته وجابت له زوز توامة كالغزلان، وعاشوا على هاك الحال بعد ما كانوا من العيان. وهكا توفى حكايتنا، وإن شاء الله تكون عجبتكم.